السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس اسلام سالم من شركة ارت ديكور للعمارة والديكور. في الفيديو ده هنحاول نلخص احنا ليه مش بنشتغل بنظام الباقات، وليه مش بنشتغل بنظام سعر المتر. النظام ده غير دقيق هندسيا، وبيكون في ظلم كبير جدا للمالك. اولا النظام المعتمد هو نظام المقايسة. المقايسة بيكون فيها توصيف للبند، ويكون فيها تحليل سعر البند او سعر البند، وبيكون فيها الكميات بتاعه البند ده. حاجه زي السباكه، حاجه زي الكهرباء، ما اقدرش احدد فيها كميات بالمتر، لكنها مقطوعيه. اقدر احدد فيها عندي جبت خامات بكام، وعندي مصنعيات بكام، وبالتالي تبقى انت حضرتك كمالك عارف اشرافي كام، اللي احنا بنكون متفقين عليه. طبعا في نظام الباقات ونظام سعر المتر مفيش الكلام ده نهائي. والنظام ده بيعتمد على احدى حاجتين: يا اما بيكون في مغالاة في السعر، وبيكون الجودة او الخامات اللي بيتم العمل بيها في وحدتك خامات متوسطة، وبيكون السعر غالي الا من رحم ربي، يا اما بيكون السعر رخيص جدا علشان خاطر يشتغل، وبتكون النتيجة ان مش احسن حاجة كجودة كاستلام. وبيحصل شكاوي كتير جدا، بيجي لنا ناس: يا هندسه تعالى شوف شقتي ايه المشاكل اللي فيها عشان اخصمها من المهندس، او تعالى نشوف ايه المشاكل عشان نحلها بتكلفه اضافيه. طب وليه يا جماعه؟ ليه نلجأ لنظام مش صح في البدايه، وبيكون في ظلم ليا كمالك؟ تمام. طب الافضل ايه يا هندسه؟ الافضل احنا حاليا بنعمل المعاينات والمقايسات حاليا في الفتره دي بنعملها بدون مقابل لمده شهر اغسطس بالكامل. بنعمل معاينات ومقايسات بدون مقابل. ليه؟ علشان نحاول نقلل من الظاهره دي شويه. طيب ليه الناس بتلجأ لها؟ لانها سريعه. انا بلاحظ كتير جدا لما اجي اقول لحد نعمل معاينه يا بيستثقل الموضوع. ما تستثقلش الموضوع، فلوسك انت تعبان فيها. ما تقولش لا نعرف سعر المتر كام ونبدا نشتغل. مش مهم، هتقعد اسبوع نقعد نرفع مقاسات ونحدد خطوط عريضة للتصميم ونعمل مقايسة، مش مهم. بس هتبقى عارف ان المقايسة دي ما فيهاش ظلم ليك. هتبقى عارف انت خدت بالبادجت دي خدت بيها ايه كخامات او كجودة. تمام. فبلاش نستعجل ونروح لموضوع الباقات ونصبر ونعمل شغلنا مظبوط، نعمل مقايسة مظبوط، المهندس اللي يجي يعمل اسبلت مظبوط. احنا عادة المعاينة بتاعتنا بتكون ب1000 جنيه، لكنها في شهر 8 ده مجانا. خلاص ان شاء الله، عشان نحاول نقلل شوية من الظاهرة بتاعت سعر المتر دي. خلاص، دمتم بخير. اتمنى يكون الفيديو مفيد لكم. السلام عليكم.